تعرف إن من أهم أسباب فشلنا في الحياة هو جهلنا بنفسنا وعدم معرفتنا بقدراتنا وإمكانياتنا وأولوياتنا. طب تعرف إن الكام كلمة اللي فاتوا دول كافيين جدا إنك تعرف ملخص حلقتنا النهاردة؟ أقول لك على حاجة، اركن الكلام ده على جنب وتعالى نشوف الفيديو ونعرف إيه هي النظرية باختصار. إحنا المفروض قبل ما نعرف كل حاجة عن الناس وقبل ما ندرس ونحلل شخصياتهم، المفترض إننا نكون عارفين نفسنا الأول وفاهمين كل حاجة عنها. وقبل ما نفكر في عمل أي شيء، المفروض نعرف إيه هي ميولنا وقدراتنا، وهل هنقدر ننجز العمل ده ولا لأ. أهم أسباب فشلنا في الحياة يا جماعة هي ضبابية الأحلام وعدم وضوح الرؤية. أهم أسباب فشلنا إننا مش عارفين إحنا عايزين إيه ولا عارفين إحنا رايحين فين. ومشكلتنا إننا لما بنفشل في أي مجال أو أي حاجة بنعملها، أول رد فعل لينا بنعمله إننا بنجري ونرمي اللوم على الآخرين، وما بنفكرش ولو للحظة واحدة إن عدم فهمنا لنفسنا ممكن يكون هو ده أهم أسباب فشلنا. حاول ترجع بذاكرتك لورا كده يا صديقي وتفتكر مرحلة طفولتك. هل تفتكر إيه هو أكبر حلم كان بيدور في ذهنك وقتها؟ هل تفتكر كنت عايز تطلع إيه لما تكبر؟ طيب، هل أنت فاكر إيه أكتر حاجة كانت بتثير دهشتك وفضولك؟ وإيه أكتر حاجة كانت بتعجب الناس فيك؟ وإيه اللي كنت تتوقعه عن مستقبلك؟ وإيه اللي ما كنتش تتوقعه؟ صحيح في وقت كبير عدى على المرحلة دي، لكن صدقني الرجوع لأحلام الطفولة بيرجعنا كتير قوي لأحلامنا النقية ورغباتنا الحقيقية قبل ما تجبرنا الظروف والعقبات على نسيانها وتجاهلها. وفي الحقيقة صعب جدا إنك تلاقي إنسان راضي عن نفسه، ولو حطينا سؤال هل أنت راضي عن نفسك ده قدام عينينا، هتلاقيه دايما بيرجعنا لمنطقة الصواب وهيفكرنا بالأخطاء والخطايا اللي شايلينها فوق كتافنا. طيب، ومادام الإجابة لأ، يبقى إيه الحل؟ وهنعمل إيه في الموضوع ده؟ خليني أقول لك يا صديقي إن البشر متشابهون بنسبة 99%، ونسبة ال1% دي هي دي اللي بتتعلق بتميز شخص وتفوقه عن التاني. ولو بصيت على الناس اللي حواليك هتلاحظ إن معظمهم عندهم أفكار متماثلة ومواهب متشابهة وأحلام مشتركة. ولو رجعت لنفسك واتأملت فيها كويس وحاولت تعرف إيه هو الشيء اللي ممكن يميزك عن الناس، إيه هي الحاجة اللي ممكن تخليك متفوق عليهم، إيه هي الحاجة اللي ممكن تعملها بشكل أفضل منهم، لو وصلت للنقطة دي يا صديقي، هنا لازم تعرف إنك وصلت لحاجة اسمها الميزة الاستثنائية. الميزة الاستثنائية دي هي مصدر تفوقك ونجاحك عن غيرك. بس خد بالك، لازم يبقى عندك رصيد كفاية من العزيمة والإصرار عشان تقدر تطبقها على أرض الواقع. حاول كده يا صديقي تتخيل نفسك وانت في سن ما بعد ال60. هل هيبقى عندك الشيء اللي ممكن تندم عليه بعد سن ال60؟ عشان كده مهم جدا انك ما تعملش الحاجة اللي ممكن تندم عليها لما توصل للسن ده، ووقتها هيبقى صعب جدا انك تتخلص منها لما يشيب شعرك وينحني ظهرك. اما بقى في حالة انك كنت شخص نقي وما عملتش حاجة وانت صغير او انت شاب بتندم عليها في الكبر، فلازم تفكر في شيء نبيل ما عملتوش وانت صغير وحاول تعمله قبل ما تندم على عدم فعله وانت كبير. وعشان محدش ضامن مننا انه هيوصل لسن ما بعد ال60، فتعالى كده يا صديقي نتخيل مثلا لو ان في مريض الدكتور بتاعه قاله ان عمره اللي باقي في الدنيا يقدر بحوالي 6 شهور. وطبعا ده مثال بنقيس عليه، لان طبعا الاعمار بيد الله ومحدش يقدر يعرف مين هيموت قبل مين. تخيل كده لما المريض يسمع الكلام ده من الدكتور، تخيل أكيد هيركن أي اهتمامات ثانوية وأي حاجة مش مهمة في حياته، وهيركز على أهم هدف أو هدفين كان مأجلهم. تفتكر الشخص ده إيه أول حاجة هيجري يعملها بسرعة؟ إيه اللي ممكن يعمله عشان يأمن مستقبل عيلته أو عياله في الفترة القصيرة دي؟ إيه هي الحاجة اللي ممكن يعملها تخلي الناس تفتكره بعد ما يموت؟ وهل هيبقى عنده حاجة كويسة وجه الوقت اللي لازم يعملها بعد ما أجلها لأسباب واهية؟ كل الأسئلة دي هدفها يا صديقي
إنها تساعدك إنك تفهم نفسك أكتر، وتساعدك إنك تعرف ذاتك. وقبل ما تلوم الناس اللي حواليك لازم تعرف نفسك الأول، وما تبطلش أبدا إنك تسأل نفسك دايما عن هويتها ورسالتها وأبرز أولوياتها. وخد بالك إن السؤال دايما بيقدم نص الإجابة. لحد هنا وحلو قوي. اركن بقى كل الكلام ده على جنب يا صديقي، وتعالى أقولك على النظرية باختصار. أهم أسباب فشلنا في الحياة هو جهلنا بنفسنا أولا، والتركيز على كل اللي بيدور بره نفسنا. الرجوع لأحلام الطفولة يا جماعة بيرجعنا لأحلامنا الأصلية ورغباتنا الحقيقية. ولازم تعرف كويس يا صديقي إنك جواك حاجة بتميزك عن الآخرين، لو قدرت تكتشفها وتستغلها كويس هتتفوق عليهم. هي دي الحكاية، وهي دي النظرية باختصار. سلام عليكم.